الأحياء مادة لذيذة جدا ومادة جميلة جدا يعني، فالموضوع فيها مش صعب، فاهمني؟ مساء الخير، ازيكم يا ابطال ثالثه ثانوي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كالعاده كده قبل ما نتكلم في اي حاجه يا ريت تطمنونا عملتوا ايه في امتحان الانجليزي، والامتحان كان كويس ولا لا، وجه شبه الامتحان التجريبي ولا لا، وايا كان سواء حليت كويس او وحش فحصل خير ومالكش دعوه باللي حصل، خلاص اللي فات مات. ما تخليش ده ياثر على نفسيتك في الماده اللي جايه او المواد اللي جايه كلها عموما يعني. وخلاص كده اصلا ما عادش الا حوالي 4 امتحانات، فخلاص الرحله بتخلص حرفيا يعني. فما تخليش ده ياثر على نفسيتك وتضيع نفسك في ال4 مواد اللي جايين. الدنيا مش مستاهله، لسه في زي ما قلت لك تصحيح وتجميع درجات وفي تنسيق وفي رغبات، لسه في حاجات كتير جدا وربنا يكرمك فيهم ان شاء الله. فما تقلقش من حاجه، مهما حليت سواء كويس او وحش اعمل ديليت للماده، فاهمني؟ ومن غير رأي كتير بقى وعلشان ما اطولش عليكم، واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. بالنسبة للأحياء أنت معاك دلوقتي حوالي 3 أيام ونص للمادة، وال3 أيام ونص دول كافيين جدا 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 يعني للمادة. وكمان لو كنت حليت قبل امتحان الفيزياء اللي هو في الأجازة بتاعة العيد ديت، حليت امتحانات الأحياء أو رجعت عليها، فالموضوع هيبقى كويس جدا يعني معاك. فأول حاجة كده تقسيم المادة، ابدأ النهاردة في النص يوم دوت بأكتر فصل كان صعب أو تقيل بالنسبة لك. طيب ده بالنسبة للنص يوم بتاع النهاردة، ومعاك لسه حوالي 3 أيام. فلو عايز تريح نفسك جدا يعني هتعمل إيه؟ تخلي بكرة ده اليوم كله يعني لل4 أبواب، هتجيبهم كويس جدا. وعلى فكرة هتلحق عادي جدا يعني، الموضوع مش صعب زي ما أنت فاهم. ال4 أبواب يجوا في يوم عادي جدا، حتى لو هتراجع بس مش هتحل، انت كده كده هتسيب يومين في الاخر للحل، هتحل امتحانات شامله لحد ما تتنفخ يعني، فالموضوع مش صعب. بالنسبه بقى تركز عليه اكتر حاجه في الماده، فاهم حاجتين لازم تركز عليهم. اول حاجه هي البيولوجيا الجزيئيه، علشان حتى المسائل اللي بتيجي عليها في الامتحان فالموضوع يعني ايه يبقى الدنيا تمام معاك يعني. واهم حاجه في الاحياء علشان تلم اكبر عدد من الدرجات الممكنه هي الجيولوجيا والرسومات. يعني ذاكر الرسومات كويس جدا، الرسومات كلها بقى سواء المقرره عليك حفظها او مقرر عليك دراستها بس. والجيولوجيا واللي اعرفه عن الجيولوجيا، انا اساسا ما خدتش جيولوجيا، الجيولوجيا عليكم انتوا بس، انا ما اعرفش الصراحه هي صعبه ولا سهله، بس بناء على كلامكم هي سهله او بتتلم عادي. فلم الجيولوجيا كويس جدا، او حتى اسمع لها فيديو مراجعه بعد ما تخلص مراجعه الاحياء. وعلشان كده انا ما حطيتهاش في التقسيمه مع الاحياء يعني، خلص الاحياء كلها لوحدها وبعدين بدخل على الجيولوجيا يعني. سيب الجيولوجيا للاخر، هي برضه مش بنفس صعوبه او بنفس درجات الاحياء يعني. فاضمن الاحياء الاول برسوماتها بمنهجها بكل حاجه، وبعدين ادخل على الجيولوجيا. تاني حاجه وهي فصل التكاثر، لان الفصل ده طويل شويه فمحتاج ايه تركيز وتلم بالمعلومات اللي فيه كلها، فاهمني؟ طيب تحل كام شامل؟ اقل حاجه انا عايزك تحل كميه امتحانات شامله على قد ما تقدر، اقل حاجه 15 امتحان. الاحياء ماده لذيذه جدا وماده جميله جدا يعني، فالموضوع فيها مش صعب. فلو مشيت زي ما قلت لك كده في النص يوم اللي هو بتاع النهارده واليوم بتاع بكره واليومين اللي في الاخر دولت، هتظبط الدنيا جدا والموضوع هيبقى معاك كويس جدا، وهتحل اكتر من 15 امتحان بكتير. بس انا بقول لك 15 ده اقل حاجه خالص. طيب بالنسبه لتسمع مين بقى في ليالي الامتحان ديت، عندك دكتور عبد الرحمن سامي عامل محتوى ليالي الامتحانات بتاعه الازهر ديت مجانا عادي على يوتيوب. فهينزل الاتي. اول حاجه كده هو هيبدا النهارده على طول ان شاء الله، فهينزل لك فيديو شرح او مراجعه الاحياء كلها. وبكره ان شاء الله هينزل لك فيديو شرح الجيولوجيا وفيديو للرسومات. وبعد بكره اللي هو تالت يوم هينزل لك حل 8 امتحانات سنين سابقه وفيديو للمسائل. يبقى انت كده هتحل مثلا مع ال8 امتحانات دولت، وتكمل انت بقى 7 8 امتحانات برضو مع نفسك. اخر يوم خالص اللي هو قبل الامتحان على طول اللي هو يوم التلات يعني، هينزل لك فيديو لتوقعات الامتحان وحل الامتحان التجريبي بتاعك. فاوكي ممكن انت اصلا تمشي بالنظام ده اللي هو تسمع النهارده مراجعة الأحياء كلها، بس ما اظنش ان انت هتقدر الصراحة تسمع المراجعة كلها في نص يوم يعني. فممكن تقسم الفيديو عادي على يوم ولا اتنين، مفيش مشكلة، وتسمع المحتوى اللي هو بتاع آخر يومين دوت في يوم واحد، اللي هو فيديو حل 8 امتحانات وفيديو المسائل وفيديو التوقعات بتاع الامتحان وفيديو حل الامتحان التجريبي. ده كله تسمعه في يوم واحد عادي جدا، مفيش مشكلة. أتمنى تكونوا فاهمين قصدي، الموضوع فعلا بسيط. وبس كده، ده كان حرفيا كل ما يخص ليالي امتحان الاحياء وتعمل ايه في يوم بالظبط. فما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشيره لاصحابك كلهم علشان يستفيدوا ويوصل لاكبر عدد من طلاب الثانويه الازهريه. وهتلاقي تحت في وصف الفيديو لينك قناه التليجرام بتاعتنا، يا ريت تنضم ليها. وكان معكم دكتور محمد عزازي، طالب في الفرقه الاولى طب ازهر دمياط. اشوفكم الفيديو الجاي.